السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف ايه التحاليل اللي المفروض اعملها عشان يبقى اتأكد كده او يبقى خلاص انا عندي سكر وهبدأ اخد ادوية سكر والتزم في الادوية والاكل بتاعي. اول حاجة عندي تحليل سكر صايم وفاطر وتراكمي. سكر صايم ده انا بكون صايم مثلا 8 ساعات وبعدين بسحب عينه وبعد كده بفطر وبعد ساعتين من الفطار بنسحب عينه تانية وكده كده. الاخر تحليل هو التراكمي ده بيتاخد من العينه، من نفس العينه، مفيش مشكله. طيب النتيجه بقى لو طلع عندي سكر الصايم، العينه اللي اتسحبت وانا صايم، لو طلعت عندي فوق ال 125 انا كده مريض سكر. لو الفاطر كانت النتيجة بتاعتها فوق ال 200 يبقى أنا كده مريض سكر. التراكمي لو أعلى من 6.5 يبقى أنا مريض سكر. إيه التراكمي ده؟ التراكمي ده بيقول لي إن سكر أو مستوى سكر الدم في خلال آخر 3 شهور كان قد إيه. طيب إحنا عملنا التحاليل وطلع إن أنا خلاص عندي سكر وبدأت آخد أدوية. بالنسبه للنوع الاول اللي هو احنا زي ما قلنا ما عندوش اصلا انسولين، ده علاجه الوحيد ان هو بياخد انسولين. طب الانسولين ده بنشتغل معاه ازاي؟ الانسولين بنحسب له حسبه كده لان هو بيتاخد وحدات. يعني مثلا تلاقي مثلا اللي بياخد انسولين بياخد مثلا 20 وحده، بياخد 30 وحده. بتتحسب ازاي؟ طبعا هي في النهايه بتتمنج مع الدكتور، لكن انا هقول لك تقريبا بتكون ازاي. هو بيحسب نص وحده لكل كيلو في وزن الجسم. فخلينا نفترض ان انت بتاخد 30 وحده في اليوم. انا عندي الوحده الواحده من الانسولين بتشتغل على 10 جرام كارب، يعني بتشتغل على 10 جرام من ايه؟ من النشويات. يبقى انا لو باخد 30 وحده في اليوم على 3 مرات في الفطار والغداء والعشاء، يبقى انا محتاج اكلي في خلال اليوم يكون فيه ما لا يقل عن 300 جرام من الكارب او اللي هي النشويات. بتتقسم ازاي؟ انا خدت مثلا 10 وحدات في قبل الفطار بنص ساعه، يبقى انا محتاج ادخل في الفطار والوجبه اللي بعدها اللي هي السناك محتاج ادخل فيهم 100 جرام كارب. ما ينفعش اخد الحقنه بتاعه الانسولين واتاخر في الاكل. ليه؟ لان ممكن يحصل هبوط في سكر الدم، بالتالي يبقى عندي مشكله اكبر من ان سكر الدم عالي اصلا. يبقى النوع اول حله الوحيد اللي هو انسولين، وفهمنا الحسبه بتاعته ازاي. النوع الثاني بيبدا بادويه اورال، اللي هو ادويه تابلت بيبدا ياخدها الاول، ان هو بيحسن حساسيه الجسم للانسولين. النوع الثالث اللي هو اتكلمنا عليه اللي هو سكر الحمل، قلنا برضو حله الوحيد في الايه؟ في الانسولين عشان ما ياثرش على الجنين. حلو قوي. تعالى بقى نتكلم على الاكل نفسه. بنركز على ايه في الاكل بقى؟ بنركز ان الكارب بتاعي او النشويات بتاعتي تكون نشويات معقده. يعني ايه؟ يعني مثلا لو هنتكلم على العيش، يبقى انا خليني العيش اللي هو الحبه الكامله اللي هو الاسمر العادي خالص ده، بلاش اي حاجه دقيق ابيض. يبقى انا الكاتيجوري بتاع الفرن ده كله، بتاع المخبوزات دي كلها بما فيهم العيش الابيض ده، المفروض انا ما اكلوش. ليه؟ لان هو هيعلي سكر الدم. هاخد مثلا الشوفان والحاجات دي تكون حبه كامله بحيث ان هي استفيد منها اكتر وتكون كارب معقد ما يعليش بسرعه سكر الدم. بركز برضو مع ايه؟ ان المكرونه مثلا بلاش المكرونات اللي هي العاديه دي، لا خليني مثلا في المكرونه دي شوفان. الرز الابيض يفضل ان هو يكون بسمتي، بس برضو عشان ما تحسش ان انا بعقد لك الدنيا قوي وتعيش بسيكولوجيه المريض دي، لا ما عنديش مشكله في الرز الابيض، ما يبقاش بكميات كتيره، وكده كده اصلا انت بتكون معاه خضار او بيكون معاه سلطه، فهو هيبطئ شويه عمليه الهضم بتاعه. هل بقى في انواع معينه من الفواكه او من الخضار بتعلي سكر الدم بسرعه؟ عندي. لو اتكلمنا على الفواكه مثلا هلاقي ايه؟ هلاقي التين، مش التين الشوكي، التين التاني، والعنب والبطيخ من الحاجات اللي بتعلي برضو سكر الدم. طيب هل انا همنعهم خالص؟ لا مش همنعهم خالص. والتمر برضو من الحاجات اللي بتعلي سكر الدم بسرعه، بس احنا مش هنمنعهم خالص. امال هنعمل ايه؟ هناكل منهم بكميات قليله، ولو كلت يبقى انا خلاص مش يعني كلت منها مره واحده في اليوم. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا مش عندي طبق بطيخ محطوط في الثلاجه فانا كل شويه اروح القط منه، مش تين موجود فانا كل شويه اغسل واحده ولا اتنين واكلهم، لا
انا خلاص انا كلت بطيخ او كلت تين او كلت عنب، انا حطيت في طبق كلت خلاص النهارده كده خلاص، عشان انا مش كل شويه هقعد اعلي سكر الدم. طيب لو بصينا للخضار هنلاقي مثلا عندي حاجه زي البطاطس. البطاطس من الحاجات اللي بتعلي سكر الدم، برضو مش بنمنعها خالص، هي كده كده بتدخل مع حاجات في الاكل، مش هنبقى خايفين منها طالما احنا برضو كمان ملتزمين بالايه بالعلاج بتاعنا. يبقى انا عندي البطاطس، عندي البطاطا في ناس بتقدر تاكلها كده زي ما هي نيه ناشفه، فدي ما عنديش فيها مشكله، لكن لو اتسلقت او اتشوت لا، دي بتبقى من الحاجات اللي بتعلي سكر الدم. نفس القصه الجزر، لو زي ما هو ما عنديش فيه مشكله، لو اتحط في خضار يبقى هو من الحاجات اللي هتعلي سكر الدم. يعني مثلا لو بعمل تورلي او حاجه ما بقاش الغالب البطاطس والجزر، لا بنعلي اكتر الحاجات التانية بحيث ما يبقاش سكر الدم هيعلى عندي بسرعه. يبقى احنا اتفقنا على انواع الاكل او عرفنا انواع الاكل اللي بتعلي سكر الدم بسرعه. طيب امتى انا اعرف لما اعمل التحليل؟ طبعا التحليل التراكمي زي ما اتفقنا احنا بيتعمل كل 3 شهور. امتى اقول ان انا كده تمام وماشي على علاج مظبوط وسكر الدم عندي انا مسيطر عليه؟ لما اعمل التحليل تراكمي والاقيه ما بين 6.5 ل7، يبقى انا كده تمام في الامان. اعلى من 7 لا، يبقى انت مش ملتزم بحاجه، مش ملتزم بجرعات الدواء بتاعتك او مش ملتزم في الاكل، لازم تراجع نفسك تاني. ده بالنسبه للادويه وللاكل والجرعات. لو انت بتلعب رياضه وعندك سكر، هقول لك على شويه معلومات كده حطها في دماغك. اول حاجه، مش هتروح تبدا التمرينه بتاعتك او الرياضه بتاعتك وانت سكر الدم بتاعك اقل من 100. تعرف ازاي؟ اللي هو سكر الدم العشوائي اللي هو بتعمله بيبقى فيه شكه كده، اي حد عنده سكر عارفها، في بيشك شكه كده ويقول لك انت السكر بتاعك دلوقتي كام. اقل من 100 مش هتلعب، فوق ال 250 برضه مش هتلعب. وخد بالك من حاجه، لازم تخلي معاك مثلا اي حاجه عصير مثلا، عشان لو سكر الدم قل وانت بتتمرن لازم تاخد حاجه تلحقك على طول نعلي سكر الدم. طيب لو حد بياخد انسولين وبيتمرن اي نوع من انواع الرياضه، بيروح جيم مثلا، طب هو متعود ان هو بياخد انسولين فين؟ في دراعه. يبقى انا النهارده طالما خدت الانسولين في الدراع، يبقى انا النهارده مش هروح العب دراع. ليه؟ لان انا لما بتمرن العضله اللي انت بتتمرنها الجسم بيضخ دم كتير عندها. جميل؟ فهيحصل ان انت واخد هنا الانسولين وحصل ضغط دم عالي في المنطقه دي، فالامتصاص هيكون اسرع، فده ممكن يقلل سكر الدم. يبقى انا لو متعود ان انا باخد الانسولين في دراعي، بس انا النهارده عندي دراع، يبقى انا هاخده صوي. جميل؟ اخر حاجه طبعا انت هتبقى عندك بتاخد مالتي فيتامين مهم جدا لمرضى السكر، والبي كومبلكس، وحاجه زي الملجا عشان الاعصاب. اشوفكم على خير ان شاء الله، ورب تكونوا استفدتوا.